انت عاوز تطلع تأشيرة الشنجن ليه؟ لو اجابتك عامة يبقى ملفك ضعيف، وملف ضعيف يعني التأشيرة مرفوضة. اهم جزء في طلب الشنجن هو الغرض، لان القنصل بيبص عليه قبل اي ورق تاني. لو لقى ان هدف رحلتك عام أو زيارة وخلاص بيعتبر الطلب مش مقنع من الأساس. فالسبب لازم يكون واضح ومحدد ومغطى بوثائق تثبته. يعني لازم تكتب غرض الزيارة بدقة في طلب التأشيرة، سواء هي سياحة أو بيزنس أو تدريب أو زيارة أو أي هدف تاني. والجزء اللي بيفرق فعلا هو الكفر ليتر، لأنك بتوضح فيه ليه اخترت البلد دي وفين هتروح تحديدا، قد ايه الوقت اللي انت هتقعد فيه في البلد، وازاي باقي المستندات بتدعم نفس الهدف. القنصل لازم يلاقي ملفك بيتكلم بلغة واحدة، مش كلام عام ولا أهداف مبهمة. فريقنا في جلوبال EIS هيجهز لك كفر ليتر محترف ومتسق مع كل تفاصيل الملف عشان يوضح الغرض من السفر بشكل مباشر وبسيط. في جلوبال EIS بنجهزك للقبول.